القصة كلها بدأت بإن لقيت نفسي في وسط جروب من 10 أشخاص ما أعرفش منهم غير 2، زياد وندى، وهما اللي دخلوني معاهم ولقيتهم بيقولوا لي ده جروب للبرزنتيشن اللي المفروض هنعمله لمادة الكوميونيكيشن. فاتصدمت شوية فقالوا لي أيوة ده بيتعمل آخر الترم عشان المادة دي ملهاش 100 ترم طبعا. أنا سبت كل الكلام ده ومسكت في موضوع إن المادة دي ملهاش 100 ترم، وكان كل رد ليهم طيب آخر الترم ده يعني مش بكرة؟ طب حلو أوي الكلام ده. وفضلت على هذا الحال لحد ما ببص لقيت مسج من الجروب بتقول البرزنتيشن الاسبوع الجاي، والاسبوع الجاي ده موعد امتحان العملي بتاعنا، وتقريبا انا ما استعدتش لده ولا استعديت لده، وكذلك التسعه اللي كانوا معايا. طبعا بدات الخلافات الكتير والاراء الكتير على الجروب، خصوصا ان احنا ما كناش عارفين المفروض نبدا ازاي ولا المفروض ننظم نفسنا ازاي. اول حاجه اتفقنا عليها ان لازم شخص واحد يمسك الباوربوينت وهو اللي يعمله. الشخص ده صراحه كان زياد، بجد كان اكتر شخص تعب فينا في البرزنتيشن ده، وهو اللي عمل الباوربوينت كامل. شكرا يا زياد، بس كده خلاص. وقمت انا بقى تريكات كل ريك عباره عن توبيك، المفروض كل واحد فيهم يختار توبيك منهم، وطبعا كنت بتكلم بديمقراطيه تماما وبقبل الراي والراي الاخر، ده طبعي اصلا يعني. وطبعا يا جماعه لو في اي حد معترض على اي حاجه من الريكوردات اللي انا قلتها فوق يخلي رايه لنفسه، لان مفيش اي وقت خالص لاعتراضات. وبعد كده رقم 6 السيرفي، وده غالبا انا اللي هاخده. وبعد ما كل واحد فينا اختار دوره وانا اخترت السيرفي، اتفقنا نتقابل نعمل بروفا قبل البرزنتيشن بيوم. هي المفروض بروفا نص ساعه، ناكد بس على الكلام اللي احنا كتبناه وكل واحد فينا يراجع دوره وشكرا. بس اللي حصل انه اكتشفنا ان بمستوانا ده احنا مش هنعرف ناخد 3 من 30 حتى. نص الكلام اتغير، الباوربوينت كامل تقريبا اتغير، اتخانقنا 73 مرة، وبعد ما الساعة جت حوالي 8 واحنا قاعدين من الساعة 3، هم كانوا قاعدين من 3، انا جيت 4 الصراحة. قررنا نمشي وكل واحد يكمل تظبيط في البيت. جينا تاني يوم كلنا دماغنا البرزنتيشن وبين امتحان العملي، يلا يا جماعة نعمل بروفا. لقيتهم كلهم رفضوا، قلت بس كده كملت. وتقريبا لا، هو مش تقريبا، هو احنا فعلا كلنا ما كناش واثقين في بعض، احنا تقريبا كلنا كنا مراهنين على فشلنا، لحد ما جت اللحظه اللي احنا المفروض خلاص هنطلع فيها. حتى هنا عربي كان بدأ خلاص يكلم نفسه. مساء الخير. النهارده حابب بس اتكلم عن توبيك مهم قوي وهو البرايفت اديوكيشن. بس قبل ما اتكلم عن الموضوع حابب اقدم لكم التيم بتاعنا، هو عباره عن 9